صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الحب، صباح كل حاجة على عيونكم. كل سنة وانتم طيبين وكل شم نسيم سعيد عليكم يا رب. جو النهاردة تحفة تحفة تحفة. تعالوا كده نشوفوا الجو. بصوا الجو جميله، شايفين الجو جميل 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 وحر جدا. يا رب يفضل كده بس لحد بالليل. كل سنة وانتم طيبين وشم نسيم سعيد عليكم. فسختوا الفسيخ ولا لسه؟ انا فسخت وجهزت كل حاجة وهشارككم معايا كل حاجة دلوقتي. كل سنة وانتم طيبين والجو ربيع والجو بديع. قسم لي على كل المواضيع، قفل قفل قفل. يلا بينا نبتدي يومنا. ده بالنسبة لي انا اهو، ده الاوتفيت بتاعي هصوره لكم دلوقتي ماشي. عشان انا ايه بصور بايه يعني، انا مش ماسكه التليفون بايد ومش عارفه اجيب الشكل كله. هجيبه لكم دلوقتي. الاوتفيت ده بتاعي الجديد اهوت، ده بتاع شم النسيم. قولوا لي ايه رايكم؟ اهو شايفين اهو، ده الاوتفيت بتاعي. بلوزه بقى ايه، ربيع كده، بديع بديع، شم نسيم بمعنى اصح. اوريكم الحاجات اللي جهزناها. خدنا معانا اكياس اهو، وادي الشنط جاهزين خلاص نازلين بقى ماشي. و حضرت الفسيخ وحضرت الرنجة وظبطت الدنيا، وده كان نازل لكم برضو في الفيديو اللي فات. وهاخد بقى غلفت كده شوية كحك وبسكوت اخدهم معايا. شنطتي جاهزة، طاقيتي، جرناني، نضارتي، كل حاجة جاهزة معايا. ويلا بينا عشان ننزل. ووصلنا المنتزه. بصوا عامله ازاي. يلا مامتي سيبيهم هيجوا ورانا. اهلا، ازيك يا صاحبتي؟ يا جماعه المنتزه اهي. وجبنا جبتك ورده. ذاهبين الى التيكت. ندفع التذاكر. شفتوا مامتي الجميله؟ مامتي الجميله. المنتزه، وصلنا المنتزه. جو نار، ولعه ولعه ولعه، كأنك لسه الشمس قدامك وعايزه تحرقك. المنتزه يا جماعه. يلا بينا. اهو. مفيش حر كويس هنا. ايه رايك نخيم هنا؟ هذا الموقع بتاعنا. خد يا لالو اهو. فرشنا وعملنا بصوا بقى الفسيخ ورنجة. طبعا حطينا بقى الاكل، فسيخ وصابين ورنجة والطحينة بتاعتنا الجميلة. وتعالوا كلوا معانا. والبصل، نسينا البصل. منتزتنا بقى الجميلة. بصوا المنظر الجميل، كله بقى قاعد بياكل فسيخ ورنجة ولوحة. الدنيا كده جميلة. الجراج بتاع المنتزه. قلنا وطي شوية، امك بقول لها وطي شوية مش سامعة. عايزة اجيب المنتزه. ودي قرعة جده ومناخير سته. رايح فين على حد ولا يلا شغلك كيلو. ايوه
كمل خلينا يوم أمان الهوى ونعشنا واللي شبكنا. هنا بقى كنا خلاص آخر اليوم ماشيين. كنت بختم بقى معاكم اليوم في المنتزه. احنا رحنا المنتزه زي ما شفتوا بقى، لعبنا وهيصنا ورقصنا وسقفنا ولعبنا وعملنا كل حاجة. بصوا كل اللي قلبكم يحبوا عملنا. العيال طلعوا طاقتهم، خلصوا كل طاقتهم، لعبوا كورة وجريوا ولعبوا، عملوا كل حاجة. بس كان في حادث غريب بيحصل في المنتزه. تقريبا كانت عصابة ولا ايه ما تفهموش. كان في زي عصابة كده مخصصة لسرقة التليفونات. والله زي ما بقول لكم المنتزه كلها اتسرقت من التليفونات. مش كلها حرفيا يعني في كل منطقة، في كل حمام كده من الحمامات في المنتزه عامة. شوفوا اماكن الحمامات فين، وكان كل حمام مخصص فيه حد بيسرق التليفونات. زي عصابة، والله كانت عصابة. عايزة اقول لكم ان احنا كنا قاعدين بنلعبوا والدنيا تمام فجأة لقيت اخت جوزي بتصوت. ايه ده، في ايه؟ كانت لسه طالعه من كانت في الحمام ولسه طالعه. فوجئنا ان التليفونين بتوعها اتسرقوا في الحمام. التليفونين التليفونين. كانت داخله بشنطتها وكان معاها بنت اخوها ماسكه لها الشنطه. فلما طلعت بتقول لها اديني منديل، فالبنت فتحت الشنطه بتديها المنديل وما قفلتهاش. في ثانيه، في همسه، ما تفهموش، في ثانيه الا ثانيه كده التليفونات اتسحبت من الشنطه. ايه، الدنيا اتقلبت بقى خلاص، الدنيا اتقلبت. جت بقى العيله كلها بقى، الشباب بتاع العيله قفلوا الحمام تماما، وكل ست تطلع من الحمام تتفتش. قعدوا يفتشوا اللي طالعين من الحمام، واساسا اللي سرقت التليفونات كانت سرقتها وسربتها على طول من الشباك بتاع الحمام. يعني فتشتوا ما فتشتوش كان خلاص الموضوع خلص ومنتهي. فتشوا بقى ما تفتشوش ما حدش، مش هتلاقوا حاجة. في واحدة بقى من ضمن اللي كانوا بيتفتشوا من الحمام ما بدتش تفتش ابدا وخربت الدنيا، ولا انا ما حدش هيفتشني، فالشك كان عليها. والبت اللي هي بت اخوها اللي كانت معاه ماسكه الشنطه قالت ان هي، بس هي برضو طلعت من الحمام في جامع كان جنب الحمام على طول، دخلت فيه غيرت الجلابيه وطلعت. فلما غيرت الجلابيه وطلعت البنت يا عيني قالت انا مش عارفه. يعني هي شافتها بجلابيه ما كانت في الحمام، ولما طلعت بتقول لها هي دي، قالت لها بعد كده شافت الجلابيه متغيره قالت لها مش عارفه. اتلخفنت يا عيني. فصممت ان هي ما تتفتش، فقالوا لو مش عايزه تفتشي ناخده بعدين ونروح على القسم. برضو ما رضيتش، وراحوا خدوها وراحوا على القسم اللي هو في المنتزه نفسه، يعني النقطه اللي في المنتزه نفسها، وراحوا معاها. فضلوا بقى قاعدين مده طويله هناك في القسم. في الاخر الست دي ما تفتشتش، وحاولوا يدوروا حواليها لقوا مفيش حاجه تثبت عليها، لان هي حتى سرقت التليفونات سربتها من واحده تانية. فما لقوش عليها حاجه. في اخر اليوم راحوا مشوها وخلص الحوار على كده، والتليفونات راحت. بعد كده جم الجماعه كل واحد خد بعضه ومشي، واليوم باظ وتعكنن يا عيني. تليفوناتها اتسرقت. فعايزه اقول لكم التليفونات غاليه، اللي هي الأوبو والتليفون التاني مش عارفه نوعه ايه، فحاجات يعني مش رخيصه يعني يتزعل عليها، يعني مش اي تليفون وخلاص. طبعا عليه حاجتها كلها، الفيس والصور وكل حاجه، وبالذات الصور من بتاعه ولادها من ايام ما اتولدوا لحد ما هم دلوقتي عندهم ربنا يخليهم لها تقريبا 3 سنين 4 سنين حاجه زي كده. ففيهم كل الصور من ساعه ما اتولدوا، فالموضوع صعب يعني، فاهمين قصدي. وكانوا كمان بيسرقوا العيال، بيخطفوا العيال، يشمموا العيل حاجه مجرد ما يبعد عن امه او ما يلاقوش حد حواليه، يشمموا حاجه وياخدوه ويمشوا، خلص الحوار. لا اليوم كان صعب قوي امبارح. انا كانت عينيا على العيال بطريقه ما اقولكوش. يعني الحمد لله روحنا سالمين غانمين، نشكر ربنا ان انا روحت بعيالي وروحت سالمه غانمه الحمد لله.
بس اليوم امبارح كان غريب جدا 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 يعني. يعني احنا كل سنة بنروح المنتزه والكلام ده ما كانش بيحصل، اول سنة يحصل معنا كده. إيه، ربنا يعوض عليها وهم فدى عيالها، ربنا يخليهم لها يا رب، ويوعد يعوض عليها يعني بتليفون تاني، فداها وفدى عيالها. بس فرجعت بقى من هناك، شكرت ربنا ان احنا راجعين سلام والحمد لله، لان انا السنة اللي فاتت رجعت بإصابة في عين ابني من الملاهي. دخلت الملاهي يعني وقلت افرحه. داخل لسه داخل، ففي عيال كانوا راكبين مرجحة رايحة جاية كده، فالمرجحة كان طالع منها يعني زي حتتين حديدة كده، فهو ماشي المرجحة رايحة جاية، في جايتها دي جت جنب عين على حرف عين ابني على طول، جاستن على الحرف كده يعني همسة، وكانت هتيجي في عينه. يعني ربنا ستر وخيطناها له ساعتها، بس روحنا بإصابة. يعني الحمد لله، نشكر ربنا ان احنا ما روحناش بحاجه. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. كل اللي يبقى راجع من يكون في مشوار وراجع كويس يشكر ربنا ان هو دخل بيته ورجع سالم غانم. اه والله زي ما بقول لكم في الايام اللي احنا فيها دي، إيه، واللي بتبقى منزله عيالها الدرس المدرسه اي حاجه، إيه، بتبقى حاطه ايديها على قلبها لحد ما يدخلوا البيت، لان بجد الوضع دلوقتي صعب جدا 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 في موضوع الخطف وموضوع السرقه والكلام ده كله. ربنا يرحمنا ويعدي الايام دي على خير. انا والله ببقى حاطه ايدي على قلبي لحد ما العيال بيجوا من المدرسه، او ابني فيلو لما بيجي من الدرس، لان فيلو بيروح ساعات دروس لوحده، فببقى مرعوبه عليه لحد ما بيوصل، وببقى مدياله تليفون ومتابعاه بالتليفون لحد ما يوصل المكان، وقبل ما ينزل اقول له رن عليا او انا اكلمه ها نزلت لسه وصلت ما وصلتش، ببقى متابعاه فاهمني. ف ربنا يحافظ على عيالكم وخدوا بالكم منهم في الايام الصعبه ديت، بجد الدنيا صعبه صعبه يعني. المهم رجعت بقى يا ولاد يا بنات يا حبايبي. رجعت بقى ما هبطتش، مع اني كنت تعبانه جدا والله، كنت تعبانه قوي. بس عايزه اقول لكم ببص عند الغساله لقيت الغسيل خلاص يعني بيشتكي وبيقول لي اغسليني اغسليني. فقلت لا يا بنتي بقى، اول حاجه عملتها اول ما دخلت حميت العيال. بصوا بصوا لسه مخلصه المواعين، بصوا اها لسه مخلصاها كلها، دخل لي مواعين تاني، كنت عايزه اقتله وانا واقفه. اقتله كده، حرام عليكم بقى، انا تعبت حرام عليكم. المهم حطيت غسله ورحت بقى داخله، خدت العيال بالدور كده حميتهم كلهم، وكانت الغساله شغاله. هنا الغساله، وعبال ما خلصت دورتين الغسيل كنت صبنت شويه المواعين زي ما شفتوا، لميت بقى شويه المواعين، يعني انا موتي وسمي الزفاره، ما بحبش الزفاره ابدا، فطول ما في زفاره من غير زفاره كمان انا بصبن على طول وايدي في المواعين. بس في يوم زي ده راجعه تعبانه وما كنتش اعمل حاجه، بس بسبب الزفاره صبنت المواعين، لميت بقى العلب وكنت سايبه صينيتين في الحوض اللي هما اللي انتوا شفتوهم دول، كنت عامله فيهم بشاميل وكده، فكنت سايباهم في الحوض عشان ايه يتصبنوا، فصبنت بقى كله، لميت كله بالمره، وخدت هدوم العيال كلها الجديده بقى بتاعه العيد وليله العيد والغيارات اللي قلعوها، وكله كله كله لميته بقى كده في الغساله وغسلته. غسلت شويه قديم على جديد، ايه عملت كده دورتين 3 في الغساله، كنت بشيل واحط دورات يعني زي ما بقول لكم كده، لما بيبقى عندي كميه غسيل بعمل الغساله زي العاديه، تاخد دورتها واشيل واحط غيرهم، تاخد دورتها واشيل واحط غيرهم كده يعني. بس لحد بقى ما خلصت، وهنا بقى كنت خلاص بطلع الغسيل وهنشره مع بعض. عايزه اقول لكم كان يوم مرهق جدا، والمنتزه كانت جميله 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 على قد كده، بس الواحد يعني ما اتبسطش هناك بسبب الموضوع اللي حصل دوت، زعلنا جدا واتضايقنا واليوم باظ وتعكنن، وهما يا عيني بعد ما خلصوا المشوار في الاسم وكده روحوا ما تهنوش يعني في اليوم، واليوم باظ بصراحه. فانا بقى لما لقيت الدنيا كده قلت لا بص، يعني دي كل اللي بنشره دي التيشيرتات الجديده بتاعت العيال اهي. وجاستن برضو جالي امبارح، ما كنا في المعموره يوم العيد، التيشيرت الجديد قسمهولي نصين من ورا. ليه؟ في المعموره انتوا عارفين ان السور اللي عاملينه او انتي داخله البحر، في سياخ كده طالعه رفيعه،
فقوم انت اطلع اقعد على السور من فوق، وهو نازل يجي صيخ يمسك في التيشيرت. فهو بقى ايه، بدل ما يشيله وياخد باله، لا نط وشد نفسه. فنطته وشدت نفسه دي، راح قسم التيشيرت الجديد بتاع العيد نصين من ورا. صدقوني زي ما بقول لكم، بس انا خيطته يعني واتعاملت، يعني لميته كده مع بعضه وخيطته وظبطته يعني. بس زعلت عليه طبعا، التيشيرت جديد لسه جايبهوله جديد وما تهناش بيه، يعني لسه كان يوميها يا دوبك راح بيه بس الحفلة الصبح بتاعت الكنيسة، ورجع نام له شوية، وبعد كده نزلنا خرجنا. ففي خروجته دي راح قسمه من ورا. يلا برضو فداه يا عالم، كان ايه اللي هيحصل. بصوا الواحد دلوقتي زي ما قلت لكم بيبقى طالع ايده على قلبه. يعني انت الاول كنت تبقي تطلعي كده فرحانه ان انت بتخرجي وبتطلعي عيالك وبتفرحي. انا دلوقتي بطلع وتبقى ايدي على قلبي عشان العيال. خافي اللي يتخطف، اللي يجري منك، حد يعمل لك حاجه، يعمل للولاد حاجه. بصي ما بقاش في امان خالص صدقوني. ربنا يرحمنا ويعدي ايامنا دي على خير. خلصنا بقى من الليله دي كلها. طبعا زي ما شفتوا غسلت الغسيل وهنشره معاكم. تاني يوم بقى عندنا امتحانات، خلاص داخلين بقى على امتحانات الشهر. فيلو عنده امتحانات، فهنبتدي بقى ايه الامتحانات بقى. واكيد عندكم امتحانات زي يعني، مش انا بس. ربنا يقويكم بصراحة. فرحنا وعيدنا وشمينا النسيم. وعايزه اقول لكم الفسيخة اللي عملتها كانت زي العسل، كانت سكر 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 سكر. عملت فسيخ وعملت رنجة وسلطة وبصل انتوا عارفين بقى القعدة بتاعت شم النسيم ديت. بس فقعدناها اكلناهم وظبطنا كده الدنيا. وزي ما قلت لكم بقى رجعت بقى صبنت كله عشان الزفارة انتوا عارفين والدنيا ديت. بس هنخلص الغسيل وكده هيبقى الفيديو بتاعنا خلص. والفيديو الجاي ان شاء الله بقى مع بعضينا نشوفوا هنعمله روتينات ايه. انا عايزه اقول لكم الشقه بتقلب تعدل. شوف انا مسيقاها وتعبانه فيها ومنضفاها وعاملاها، اتقلبت من يوم وليله اتقلبت. فان شاء الله كده الروتين الجاي بقى ان شاء الله نظبطوا الدنيا بقى. هنا خلصت الغسيل، واقول لكم بقى ايه، تصبحوا على الف خير واستنوني بقى في فيديو جديد. ودي كده شويه ايه مقاطع كده اتفرجوا عليها. يلا اقول لكم سلام.